الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، هذا هو المنبع الموجود في بعاد في أرض تونات. مياهه تخرج من قعر الجبل على ما يقدر ب 250 متر. وتقدر صبيبه ب 270 لتر في الثانية. وله السلام عليكم ورحمة الله. لاباس بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. هذا ما يمكن قوله. إنها جارفة. شلالات من أرفع ما يكون. يكون مزدحما في الصيف، إلا أن في فصل الشتاء وخاصة عندما تكون الأمطار ينعدم وجود الناس، ولدواعي البرد الشديد في هذه المنطقة. إخواني، لاحظوا هذا الصبيب، الماء شديد الانحدار ذو سرعة هائلة. هذه فهي مغارة أو كهف قديم كان يستعمله الناس من أجل تحريك الرحى فوق هذه المكان، والذي تتحرك بموجبه الرحى من أجل طحن الزرع، اللي كانت الوسيلة الوحيدة من أجل تحويله إلى طحين. مناظر جميلة جدا. إنها شلالات وعاد الأرض. ابتدارها الله هذا الخير. ليست مياه أمطار ولا مياه بحيرة، وإنما هي مياه تخرج من جوف الكهف من كهوف متعددة. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على هذه النعمة. الحمد لله على النعمة.